اكيد كلنا صحينا الصبح في يوم وقلنا احنا لازم نغير حياتنا. ما تكدبوش عليا، بعد اسبوع رجعنا تاني. اسبوع ايه هو؟ ساعتين. لكن اللي انا عايزه اقوله ان احنا ما بنعملش كده عشان احنا ناس ضعفة او ما عندناش اراده او ما عندناش يعني ان احنا ما بنعرفش نعمل حاجه. يعني احنا بجد احنا عايزين نغير حياتنا. I understand this. ولكن انا مش كسوله، وانا شخص مش ملتزم. يعني قلت مش كتير قوي. هي الفكره في ايه بقى؟ في حركه بسيطه جدا احنا بنخلط وبنعملها، وهو اننا بنحاول نغير كل حاجه في نفس الوقت. girl، وانا مش جايه اقول لك بالراحه على نفسك و just be، اهدي كده وما تبقيش هارش على، لا مش بالراحه على نفسك. مش جاي اقول لك كده، انا جاي اقول لك المخ ما بيحبش كده. مش ان انت مش بالراحه، هو مخك مش عارف يستوعب انك عايزه تغيري كل حاجه دلوقتي. بالراحه، مش بالراحه على نفسك، بالراحه على مخك. يستوعب، بس يستوعب ان احنا في بروسس تغيير بيحصل، سبيشال لو التغيير ده تغيير يعني انت عايزه تبقي بني ادمه تانية. جيرل، مش بكره الصبح في ايه. فالنهارده انا جايه لكم هساعدكم، ومش هنتكلم خالص على الانجازات الضخمه، مش عايزين انجازات اصلا، ولا هنتكلم عن الخطط المعقده. النهارده هنتكلم عن عاده واحده صغيره بس لو ظبطناها حياتي بقيت احسن بكتير. انا حسيت فعلا بالتغيير. يا رب الاديتور يحطها. ايه الحاجه دي بقى؟ اسمها الانكر هابت. سمعتوا عن الموضوع ده قبل كده؟ لو سمعتوه انجوي، لو ما سمعتوهوش فابقوا روحوا قولوا لاصحابكم ان انتوا اول مره تسمعوا الموضوع ده من عندي. اهلا بيكم في ابيسود 7، مش فاكره، الاديتور هيبقى يصلحها لي. من ما تيجوا نشرب حاجه. ما تيجوا نشرب حاجه. يعني ايه انكر هابت؟ انكر هابت هي عباره عن عاده ثابته بسيطه جدا بتتكرر، وبتبقى هي مركز اليوم بتاعي. حتى لو البحر ده هاج، حتى لو الموج ارتفع، الانكر دي لسه موجوده. الانكر هابت دي ما بتبقاش محتاجه مجهود كبير، ما بتبقاش محتاجه موتيفيشن، وكده كده حتى لو محتاجه موتيفيشن احنا ما بنمشيش مع الموتيفيشن، احنا بنمشي مع الكونسيستنسي. وما بتبقاش محتاجه ظروف مثاليه، لكن بتعمل حاجه خطيره جدا، وهي انها بتفتح سلسله عادات بعدها من غير ما نحس. ليه بقى؟ لان عاده واحده بنكررها وبتبقى ثابته بتحسن من السلوك بتاعتنا، فبالتالي بتحسن من المشاعر بتاعتنا، فبالتالي بتخلينا نعمل اختيارات احسن. خطه في منتهى الذكاء. تعالوا اقول لكم هي ليه بتنجح. علم النفس السلوكي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك المخ بيحب السهوله، التكرار، الألفة، الإحساس بالنجاح السريع. الأنكر هابت بقى بتدي بقى المشاعر دي للمخ، تديني إحساس إن أنا بدأت في حاجة، إن أنا نجحت فيها في حاجة، لأن هي حاجة واحدة صغيرة بتتكرر في يومي فبقت عادة بسهولة. تديني إحساس بالكنترول أو السيطرة في حياتي وعلى نفسي، وبتديني إحساس بالكونسيستنسي أو الاستمرارية. وده طبعا بيشغل نظام المكافأة في المخ اللي هو الدوبامين، من غير أي ضغط ومن غير أي بوشنج ولا من غير أي نوع من أنواع البريشر. الدوبامين جاي. على عكس بقى الخطط الكبيرة قوي اللي المفروض انا شخص ما بعملش خطط كبيره دلوقتي، واقوم فجاه اقوم عامله لي خطه كبيره واتضايق قوي ان هي ما نجحتش. فالمخ بيسمع الطريقه دي والكلام ده وبيحس بتهديد، بيحس ان ايه ده، في ايه، بيحس بضغط وبيحس بفشل محتمل. فالاند ريزلت ان هو بيقفلك. نرجع بس للبوينت بتاعه الموتيفيشن اللي اتكلمنا عنها في الاول. الانكر هابت مش موتيفيشن، مش حماس. دي حاجه مهمه جدا لازم نفهمها. الانكر هابت ما بتعتمدش على ان انا متحمسه ولا لا، لان الحماس مشاعر بتيجي وتروح، لكن العاده بتفضل. الانكر هابت بتتعمل حتى وانا تعبانه، وانا مش في المود، وانا يومي وحش، وعشان كده هي اقوى خطه ممكن نعملها في حق نفسنا. خليني اديكم امثله بسيطه علشان نفهم الانكر هابت. اعود نفسي ان انا اشرب كوبايه ميه قبل اول ما اصحى، فالميه هخليها جنبي، وان انا عايزه hydrate my brain and my body اول حاجه على الصبح. فانا اول ما اصحى من النوم كوبايه الميه جنبي او الستانلي بتاعتي whatsoever جنبي، فهاخد لي هأربع لي شوية مية، ودي هعود نفسي ان كل يوم الصبح اول ما اصحى اول حاجة هعملها ان انا اشرب مية. ناخد مثلا انكر هابت تانية، ان انا اروق سريري. انا اول ما اصحى الصبح اول حاجة هعملها ان انا هروق سريري. اول لما اصحى الصبح اول حاجة هعملها ان انا هفتح الشباك. مش لازم الثلاثة يتعملوا مع بعض، ولكن حاجة بسيطة جدا ان انا اعود نفسي عليها هتحسسني اللي هو ايه ده، الله I'm consistent in something. بجد صدقوني البساطة والله العظيم هي اللي بتغير، صدقوني. وبكره تقولوا بسبوسه قالت بدل ما امشي ساعه كل يوم، وانا اصلا ما كنتش شخص بيمشي، ممشي 5 دقايق، ممشي 10 دقايق، ممشي ربع ساعه ماكسيمم. هو ايه شغل ان انا اصحى الصبح من شخص ما بيمشيش ولا بيجري ان انا بكره الصبح المفروض اجري ماراثون؟ بعدين اقول هو انا بجد مش عارفه اعمل ليه كل حاجه والناس عارفه بتعمل كل حاجه وانا لا. في ايه بتضيعوا نفسكم وانتوا اصلا اللي مهبطين نفسكم. اسفه اني اتعصبت، بس انا ساعات بتعصب. ننطبق بقى على امثله كتير جدا زي الجورنالينج. الفكره بقى ان ولا مثل من الامثله اللي انا قلتها من شويه دي يبان ان هي المفروض تغير حياه حد، بس هي هتغير. تراهنوا على كام؟
الثقه اللي انا جايباها، انا عارفه انا بقول ايه، ثقوا فيا. الفكره كلها ان الحاجات العبيطه اللي احنا بنقول عليها عبيطه دي بتقول للمخ انا بدات، انا يلا فين بقى. والاكشن بتاع البدايه بلس، علشان بس مش البدايه بس، عشان كلنا بنبدا عامه، وكلنا بنروح نشترك في الجيم، وكلنا بنروح نجيب الستانلي بتاعتنا، عندنا 15 واحده بنحط فيها ميه وما بنشرب. بس الفكره كلها في البدايه مع الكونسيستنسي. take it one day at a time، يوم ورا يوم حبيبي مجالين. يعني مثلا هقول لكم على الاخطاء اللي احنا دايما بنعملها ريليتد بالانكر هابت. الخطا الاول ان انا اختار هابت كبيره، هابت المفروض ان هي في دماغي هي دي اللي هتغير لي حياتي. ايوه هي شكلها هتغير حياتي، بس لو انا بدات اعملها هي هتبهدلني، انا مش هعرف. يلا هبدا دايت يوقعني من طولي. ليه؟ علشان النتيجه ان انا عايزه ابقى هيلثي لايف ستايل. طب انتي وقعتي من طولك، استفدنا ايه؟ فين الهيلثي؟ يلا انا ما كنتش بتمرن خالص، فانا هروح الجيم اتمرن 4 ساعات. طب على المستشفى بقى اتفضلي مش انجوي مصاريف بقيه الممبرشيب على المستشفى الطوارئ. الخطه المثاليه مفيش للاسف. انا اسفه ان انا جايه يعني افاجئكم واقول لكم ان مفيش خطه مثاليه. الخطا الثاني ان انا بستنى نتيجه دلوقتي. ما هو مش ديليفري طلبات نفسهم بيتاخروا، اسفه بس في ايه؟ هو انا لما ببني عاده دي المفروض ما تبقاش للشورت تيرم بس، يعني فاحنا المفروض بنعمل كده فور ذا لونج تيرم، او دي تبقى حاجه في حياتنا، احنا عايزين نبني عاده. مش النتيجه دي هتبقى دلوقتي. اسفه ان انا بفاجئكم بس هي دي، ده انا تيكت اور ليف ات. العاده معموله عشان الاستمراريه مش النتيجه السريعه. I said what I said. الخطا الثالث جلد الذات. طبعا ده احنا كلنا عاملين ماجستير فيه، في ناس فيكم بروفيسورز دلوقتي. لو نسيتي يوم ما حصلش حاجه، والله ما حصل حاجه. تخيلوا ليه بقى؟ هقول لكم ليه. فلنفترض ان انا بنيت عاده دلوقتي، انا عندي روتين مثلا، بصحى الصبح عندي روتين بلا بلا بلا. هل الروتين ده هيستمر ايه؟ هل الروتين ده هقدر ان انا استمر بيه مثلا لو سافرت، رحت اجازه؟ ممكن اتمسك حاجتين. لكن مثلا عندي طياره في الفجر، هعمل ايه؟ هقولوا لي بقى اعمل ايه مثلا؟ يعني عندي طياره، عندي اليوم فلت مني، اليوم هجلد ذاتي عشان يوم، عشان 24 ساعه. يعني انا هجلد يعني من 16,000 ساعه اللي انا مشيتهم في الشهور اللي فاتوا، ال 24 ساعه دولت اللي خلاص المفروض اموت نفسي عليهم. لا ده مش فشل، ولا ده مش طبيعي اصلا. الانكر هابت بتقوم على الرجوع مش البرفكشن. ازاي بقى اختار الانكر هابت الصح؟ مفيش انكر هابت صح في العموم، ولكن في انكر هابت صح بالنسبه لي انا. فبالتالي هضطر ان انا اسال نفسي انا 3 اسئله. اول سؤال، هل هقدر اعمل الانكر هابت دي في اسوأ ايامي؟ يعني انا خلاص يومي النهارده بجد وحش، بجد انا صاحيه مش عايزه الطش في الناس كلها، هل الانكر هابت البسيطه دي هل انا هقدر اعملها ولا لا؟ تاني سؤال، هل مرتبطه بالايدنتيتي بتاعتي ولا مختلفه تماما، فبالتالي انا وانا بعملها هحس ان انا مش انا؟ ثالث سؤال، هل الانكر هابت دي هتفتح لي باب طبعا ايجابي، باب تاني، باب بيكمل لي الهابتس بتاعتي. يعني مثلا كوبايه الميه دي في الاغلب بتبقى مرتبطه بان انا مع الوقت ان انا اكل احسن، او كوبايه الميه دي بتكتر ليه بعد كده ان انا هختار الميه في يومي اكتر، فبالتالي ممكن اقلل من السوائل التانية اللي مش صحيه. That's a good thing. فهمتوا هي جايه منين؟ الانكر هابت بتاعت ان انا انظم السرير بتاعي ممكن ترتبط بعدها وتكبر ليه ان انا اعرف انظم يومي كله. شايفين الخطه اللي في منتهى الذكاء؟ مشي 5 دقايق احسن بكتير من مشي 0 عدد من الدقايق، لان ال5 دقايق بكره هيجيبوا ربع ساعه، بعدها هيجيبوا نص ساعه، ممكن بعدها بسنه مثلا تجيب هاف ماراثون. You never know. فاعتبروا ان الانكر هابت دي مش بس بتبقى عاده، دي بتبقى زي رساله انا ببعتها لنفسي كل يوم. انا بقول لنفسي انا مهمه، ان انا شخص بيستمر، ان انا شخص بيوعد نفسه وبيوفي، انا مش مستنيه ابقى جاهزه. This is one of the form of self-respect، ودي حاجه مهمه جدا للبني ادم. عايزه بقى قبل ما اقفل اسيبكم بسؤال واحد. لو انتوا شايفين ان انتوا عايزين تغيروا حياتكم، وحياتكم دي هتتغير بس مش بعاده كبيره، هتبقى بعاده واحده بسيطه جدا، هتكون ايه هي؟ اكتبوها لي بقى في الكومنتس، وشوفوا لو انتوا عندكم انكر هابتس ثانيه. ولا ما تستنوش ان انتوا تبداوا من بكره unless ان انتوا اوريدي داخلين بتتفرجوا على الفيديو ده وانتوا هتناموا، يعني ابداوا من دلوقتي. بس كده، اشوفكم في الحلقه الجايه. ما تيجوا نشرب حاجه.